السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده قراقيش العيد. قراقيش سهلة بسيطة، طعمها حلو قوي، ريحتها جميلة جدا جدا. خفيفة خالص، ما فيهاش اي حاجة، تنفع معاكي في اي وقت طول السنة، مش لازم العيد بس وخلاص. ممكن تعمليها كمان في اي وقت تفطري بيها، للفطار للعشاء. جعانه ومش عارفه تاكلي ايه، عايزه حاجه خفيفه مع كوبايه شاي كده. برضو تعمليها سهله خالص، ما فيهاش اي حاجه. مش هتاخد منك وقت خالص، يعني ممكن تعمليها كده بصي في 10 دقايق. مقاديرها ان شاء الله تكون موجوده كلها عندك في البيت. ممكن تعملي بقى الكميه اللي انت تحبيها. احنا النهارده هنعمل مع بعض كده مقادير كيلو. كيلو دي طلع لي كميه حلوه قوي. يلا بينا كده نبدا الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس ما قبل ما نبدا، ما تنسيش اللايك النهارده والاشتراك لو اول مره بتنوريني في قناتي، وتفعيل زر الجرس والكومنت بتاعك الجميل. يلا كده نسمي ونقول بسم الله ونشوف عملناها ازاي. معايا هنا اول حاجه كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، تمام. ومعايا هنا كمان معلقتين سمسم. دي انا حاطه عليه رشه ملح صغيره ومعلقه بيكنج باودر، تمام. دي كده الايه الحاجه اللي هتحطيها على الدقيق، تمام. واتنين معلقه سمسم، طبعا انا محمصاه، لو متحمص معاكي خلاص مفيش مشكله. هتنزلي بمعلقتين على الدقيق مع رشه الملح مع البيكنج باودر. وهنا معايا نص كيلو سمنه، طبعا انا مسيحاها ومدفياها شويه، تمام. اي نوع سمنه تستخدميها او تفضليها. يبقى معايا كيلو دقيق، رشة ملح صغيرة، 2 معلقة سمسم، معلقة بيكنج باودر صغيرة، تمام. ومعايا هنا نص كيلو سمنة سايحة مسيحاها مدفياها شوية. هتجيبي السمنة بعد ما تسيحيها وتدفيها، تروحي نازلة بيها على الدقيق بعد ما حطيتي خلاص المواد الجافة كلها. طبعا المقادير برضو بالظبط هكتبها لكم في صندوق الوصف، تمام. مقادير الكيلو، انت بقى لو حابة تضاعفي الكمية وتعملي اكتر من كيلو هتضاعفي بقى الكمية، تمام. هقلب بقى كده كويس، بقى ايه، هدمج السمنه مع الدقيق، اخلي الدقيق يعني يشرب من السمنه والمكونات كلها. وطبعا كمان معايا معلقه خميره، انا هنا مدوباها في ميه دافيه، تمام. هجيب معلقه خميره فوريه عاديه خالص، معلقه صغيره، ومعاها معلقتين سكر، وتروحي حطاها في كوبايه دافيه، وتروحي حطاها ايه كده على جنب لحد ما تشوفي ايه اختبار الخميره ده انا دايما بحب اعمله. مش بحب احط الخميره على الدقيق على طول، عشان لو الخميره ما فيها اي حاجه ما تبوظليش ايه العجين، تمام. ومعايا ميه كمان للعجن، او ممكن تستبدليها بلبن. لو عندك لبن يبقى برضو لبن دافي، لو الميه هيبقى برضو ميه دافيه، حسب بقى المتاح عندك. ممكن عايز تعملي كوبايه ميه وكوبايه لبن برضو مفيش مشكله. الميه واللبن طبعا حسب نوع الدي اللي انتي مستخدماه. ممكن دي ياخد منك كوبايه، وممكن دي ياخد منك كوبايتين. يعني ما تحطيش قصدي المواد السائله على طول، حطيها حبه بحبه عشان لو ما احتاجتهاش كلها يبقى العجينه ما تبقاش عايزه دقيق زياده، يبقى ماشيه على المقادير بالظبط، تمام. هنا هشرب كويس قوي السمنه مع الدقيق. طبعا كل ما اعجنها كويس او يعني ابسها كده، يعني اشرب بالدقيق كويس اشرب السمنه للدقيق كويس. دي بتطلع معايا كده القرقوشه ايه ناعمه وحلوه. ما تبقاش خشنه قوي، تبقى طريه جميله معقوله يعني معاكي. بصوا هي جميله جدا وخطيره وطعمها حلو قوي، سهله ما فيهاش اي حاجه خالص، يا دوبك هعجنها وعبال ما احضر الصواني وكده واعملها. اسهل حاجه طبعا انت لو حابه بقى تعمليها، انا هنا النهارده هعملها ساده، هعمل قراقيش ساده. لو حابه تحطيها تجيبي لها ملبن وتحطي مفيش مشكله، لو حابه تحطي لها عجوه برضو مفيش مشكله، حسب بقى كل واحد ما بيحب. هتمشي برضو على نفس الخطوات اللي هعملها، وتجيبي الملبن او الحشوه اللي انت تحبيها، ملبن او عجوه، وتحطيها، تمام. انا هنا بعد ما خلاص شربت السمنه مع الدقيق مع كله تمام، هجيب بقى الخميره بتاعتي، لقيتها طبعا ناجحه يعني مش بايظه ولا حاجه. حطيتها بقى ايه كده ايه كلها، وهجيب برضو الميه الدافيه احطها حبه بحبه، تمام. زي ما قلت لك ممكن تستبدلي ميه بلبن او لبن وميه اللي يعجبك. بصوا هحط الميه حبه بحبه، مش هتحطي الميه كلها مره واحده. زي ما قلت لك حسب ما العجينه تحتاج معاكي، ممكن ما تاخدش معايا، يعني ده برطمان صغير بقيمه كده كوبايتين، تمام. فانا مش هحطها كلها،
عشان هي ممكن ما تحتاجهاش، ممكن تحتاج معايا بس كوبايه ميه. اهو بصي حطيت حبه ميه وافضل ايه اقلب. هتحسي بقى ملمس العجينه محتاج ميه تاني ولا لا. هي ما احتاجتش معايا كتير، هي زي ما يعني بالظبط. بصوا ما خدتش كمان بصوا جميله ازاي ومظبوطه. الله يعني ايه بجد، اللهم بارك. كده هغطيها عبال ما اطلع الصواني. بصوا ما خدتهاش ايه، ما خدتش البرطمان كله، يعني يعتبر قولي خدت كوبايه ميه. تمام. ممكن نقعد ايه تاني ياخد معاكي كوبايتين زي ما قلت لك، وكوبايه الميه ممكن تستبدليها بكوبايه اللبن. تمام. بصوا ملمسها حلو ازاي، طريه ومظبوطه. يعني تاخديها كده حته تختبريها تلاقيها كده طريه حلوه، مش ناشفه معاكي، ما شققتش، ما فيش اي حاجه. وتكوني طبعا مغطيه وشها طول ما انت شغاله فيها، تكوني مغطيه الوش عشان الوش ما ينشفش معاكي. هاخد كده حته عجينه، يعني اطريها كده في ايدي، وبعد كده اروح ايه مكوراها وحطاها كده ايه على الرخامه بقى عندك، على اي حاجه. وبعد كده ايه اروح ايه فردها كويس. بصي هبرمها كويس قوي دلوقتي، واروح كده فرداها. بص اسهل حاجه، يعني دي اسهل حاجه في غير الكحك والبسكوت. الحاجات التانية بتبقى اسهل، سهله جدا. وزي ما قلت لك لو حابه تحشيها هتعملي نفس الحكايه كده. بصي هتبرميها وتروحي فاتحه كده ايه حاجه بسيطه خالص، وتروحي حاطه الملبن برضو هتلفيه كده برضو ايه, رول كده زي ده، زي ما بعمل كده في العجينه العجوه. وتروحي حطاها وتروحي مبططه تاني عليها كده، وتروحي بقى ايه مقطعه. طبعا انا هنا مش هعملها زي ما قلت لكم، هعملها ساده. فانا كده برمتها يعني هبططها كده ايه بسيط. هحاول انا اسوي ايه العجينه، مش هخليها حته عاليه وحته صغيره، يعني عايزاها كله ايه يبقى سوا واحد. هفضل اسوي بقى فيها كده. هجيب هنا النشابه واروح ايه ماشيه بيها كده ايه ان انا اخليها ايه كلها سوا واحد يعني. هجيب بقى السكينه بتاعتي، تكون سكينه حاميه، هشيل اول طرفين دول اشيلهم واحطهم في العجينه تاني، واحاول بقى ان انا اسوي العجينه بتاعتي عشان اخليها مظبوطه. وتجيبي تكون السكينه بتاعتك حاميه، وتروحي مقطعه كده بقى المقاس اللي انت تحبيه، عايزه صغيره رفيعه براحتك، او حسب بقى كمان شكل العجينه ازاي. هجيب كده الصينيه بتاعتي واروح كده رصه. طبعا الصينيه ما تكونش دهنها اي حاجه. انا ما دهنتش الصواني بتاعتي ولا اي حاجه خالص، يا دوب بس مغسولين طبعا ومشطوفين ومتنشفين بس، لان هي اصلا العجينه فيها الماده الدهنيه بتاعتها مش هتلزق معاكي ولا اي حاجه. واروح كده رصه الكميه بتاعتي، وهكمل برضو الكميه بنفس الطريقه. بصوا سهل ازاي، اسهل حاجه. طبعا خلصت الكميه بتاعتي. بصوا اللهم بارك، طلع الكيلو عمل لي كميه حلوه قوي. دي بقى ممكن وقت كده الصبح صاحيه ومش عارفه تفطري مع كوبايه شاي كده هفطر بيها. ممكن عندك كمان مثلا، عشان انا هنا عاملاها ساده ليه، ممكن اطلع معاها كده جنبها مثلا قطعه جبنه واروح مغمسه بيها. هي ساده برضو ما فيهاش اي حاجه، غير بقى لما تكوني مثلا عاملاها ملبن او عجوه فمش هينفع. لكن انا عاملاها ساده، ممكن اطلع حته جبنه زي ما قلت لكم قطعه جبنه واكل بيها مع كوبايه شاي، ويبقى كده احلى فطار بجد. الكيلو بصوا عمل لي الكميه دي كلها. طبعا انا كده خلصتها. هدخلها بقى الفرن، قلت اوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن بقى واخبزها. هدخلها صاجه بقى او صينيه يعني اسويها. طبعا هتحطي الشبكه بتاعه الفرن بتاعتك في النص. طبعا هتكوني كمان مسخنه الفرن قبليها، يعني وانتي شغاله فيها هتكوني مشغله في الفرن بتاعك مسخناه، وتروحي حاطه واحده واحده، وتخلي بالك منها وهي في الفرن، مش بتاخد وقت معاكي خالص. تمام. دوبك يعني على نار بقى متوسطه. يعني الاول هتبقي محميه الفرن بتاعك، وبعد كده على نار متوسطه، والشبكه تكون في النص وتاخدي بالك بقى منها. تمام. اول ما تحسي ان هتاخد منك لون من تحت خلاص تمام، ممكن تهدي النار وتفتحي الشوايه عليها ثواني، حاجات بسيطه خالص، وتروحي وانتي برضو واقفه لها، ما تروحيش اي حته، وتروحي مطفيه، وهتاكلي احلى رقيش بجد. جميله وسهله اهي، ما خدتش مننا وقت خالص. 10 دقايق كنت مخلصه الكيلو. مش على المقادير بالظبط، وانا هكتب لك برضو المقادير في صندوق الوصف. اعملوها وان شاء الله تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. قولي رايكم فيها بقى في الكومنتات كده، وما تنسوش الدعوه الحلوه لام موجي. بصوا جميله خطيره، طعمها حلو قوي، حكايه بجد. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها كانت جميله جدا. انا الصراحه بحبها كده بكوبايه كده شاي. احلى فطار بجد، لما اكون زهقانه ومش عارفه افطر لازم اعملها، ما ينفعش يعني.
وده بيبقى فطار العيد يعني ايه بقى مع الكحك والبسكوت كمان، فبتبقى احلى حاجة يعني. جربوها بنفس المقادير كده. بصوا جمالها بقى بعد ما خبزتها، طبعا سبتها تبرد خالص، رحت مقدمها كده في طبق التقديم، قلت اوريها لكم. كل سنة وانتم طيبين.